Chada FM, la radio que j'aime. كان ارتبط الاسم ديالك بالفنانه سناء عكرود. ايه وكنتي قلتي في بعض اللقاءات ديالك ان سناء بحال البالونه اللي نفختيها وكتخافي انها تطير وتمشي نحو الموت. علاش قلتي هذا التعليق وشنو طاري بينك وبين سناء عكرود؟ انا اولا الاصل ديال نافخه البالونات كنت كنتكلم مع صحفي في حوار صحفي قبل ما تكون لا سناء ولا حتى شي حاجه. هذا الحوار الصحفي كاين وموثق ليه. كان كنت كنتكلم معاه على قصه قريتها وانا طفله كنت كنقرا بزاف، والاخ ديال ابراهيم كان كيزودني بقصص قصيره، ومن ضمنهم بقات راسخه عندي واحد العنوان ديال واحد المبدع نحات سميتو نافخ البالونات. العنوان ديال القصه نافخ البالونات. وتكلمت مع الصحفي على نافخ البالونات، كيفاش انا تاثرت بهذيك القصه وعجبتني. كان كيصاوب تمثال البنت كيجيبها من الشارع وكيصاوب تمثال، كلهم الناس ملي كيتشهر التمثال كيقلبوا على صاحبه التمثال وكيوليو يديروا لها صور، ولكن هذاك النحات كيبقى، ولكن كان هو المتعه ديالو هو انه يشوف ديك لاستاتيو يحولها لحياه هذيك البنت اللي هي مومس في الزنقه، كيجيبها عنده ما عوض ما يستغلها جسديا كان كياخذ الجسد ديالها باش يخرجوا بطريقه جميله وردوا لوحه. ملي تاثرت بهذه القصه عاودت لصحفي، صحفي اختار كعنوان ديال تنظن الجواب راه قالته نافخه البالونات. نافخه البالونات خداها كعنوان فاش كنت في واحد ليميسيون اللي كان سميتها عتاب كلمه باش نكونوا في واحد المستوى هذا. جايين عندي ما قالوش لي ديري مديح لصاحبتك، صاحبتي نقدر قلت لها حرباء بالمعنى الايجابي ان سناء عكرود تحط على اي دور تقدر تمثيل حرباء. نعم ممكن طبعا تكلمت على ايجابي كثير، ولكن ملي جاو عندي برنامج عتاب كان في هذيك اللحظه جوج العتابات اللي قلت ان سناء ملي كتكلم في الصحافه كتقول لهم انا ماشي الدويبه، حيدوا عليا كلمه الدويبه، بالعكس كلمه الدويبه وصلتك عند القلوب. قلت لهم هذا العتاب الاول هو انها خاصها تعرف كيفاش انها تحاور الجمهور ديالها، انها ما كتمرضش من ديك الشخصيه لانها سلبيه، ولكن فقط ما بغاتش تلتصق بها. والكلام تنظل لا يفسد الود قضيه. هذا عتاب اول، هذا عتاب اول. العتاب الثاني انا قلت لهم كنت قلت لهم ما شفتش العمل ولكن تفرج الفيلم ديال حكايه شهرزاد، كانوا الناس كيتكلموا معايا كانني انا وليه الامر ديالها، كانني الام ديالها في العائله في المجتمع، يعني مجمعه في عائله ديالي، يعني عائله كبيره في عرس ولا هذا تيجيو عندي وهذيك البنت دارت واحد العمل كذا كذا كذا. كنقول لهم لا راه دابا خصكم تشوفوا العمل. وهذه انا قلت لهم انا خديت نافخه البالونات. قلت لهم كما قال واحد الصحفي هاد نفخت في بالون اشنو عنيت بها، يعني الروح ديالي النفس ديالي ملي كتجمعوا في حاجه كتشوفوا في واحد الحاجه. ماشي انا شفت البالون انني نفخت بها بانها هشه، شفتها بان فيها نفس ديالي. كنت كنشوف سناء جسدت لي واحد الدور وصلته لي ما كانش توصل لي واحده اخرى، وعن حب طبعا. لولا ما يكونش معهم واحد الحب ما غاديش يوصلوا لهذا المستوى. راه ما يمكنش ارتفاع، وان البالون كترتفع بسرعه. نعم. يعني ارتفعت بسرعه ولكن ما كتبقاش مرتفعه بزاف. لا انا ما كنشوفش النتيجه، لان ربما انا شفتها بديك الجماليه ديال ان كل السرعه باش طلعت سناء. يعني ماشي غير هي، اي ممثل كما قلت لك انا كاين اون بروجيكسيون ديالي ان فيه روح ديالي في شيء مني، فسناء كنعتبرها فيها شيء مني. لان العتاب كنت كنتلقاه حتى انا. كل واحد فيكم عنده المليحه ديالو، فانت كمخرج لولا كنتي ما غتكونش سناء. ولو ما كان سناء ما تكونش انت، لان انت عطاتك انت قلتي واحد الحربه واحد الممثله اللي لعبت لها الدور ديالها. ماشي غير سناء، نقول لك انا اي ممثل انا كنقولها ملي كيقول لي انت عندك فضل على فلان، كنقول لهم هو عنده فضل عليا وانا فضل عليه. برافو عليك، هذا هو الصواب بالضبط. انا جسر باش وصلته على الجمهور بالضبط. هو جسر لافكاري لعب لك داك الدور. الجمهور. يعني دابا بغينا تصفيقات حاره على سناء عكرود وعلى فاطمه. تحيه لسناء الممثله ديالنا المقتدره. انا شخصيا ربما هي تقلقت من هذا البرنامج كلمه عتاب، يعني لانه انا اللي دخلت البرنامج عتاب غنتقبل اي حاجه عاتبني عليها شخص ونوضح. بالعكس بحال دابا انت ملي سولتيني كنشكرك، عرفتي علاش؟ لان عطيتيني فرصه باش انني نوضح للجمهور، وانت وضحتيها بالضبط. حتى سناء كانت تعطاتها فرصه باش توضح للجمهور. في ديك اللحظه كان الفيلم باقي ما بانش، ما كانش عليها تعصب تقول شي اشياء فيا انا ولا تخاصموا، بالعكس تقول للجمهور
بطريقه سلسه ان العمل راه عمل فني كذا، عطيتها فرصه انها فين تتكلم. نعم. وانا درت عتاب لانه برنامج ماشي مدرسي. الا كان سنة كتسمعك دابا شنو تبغي تقولي لها الرساله ديالك؟ انا رايي فيها باقي كنحترم الفنانه اللي كتسكن بالداخل ديالها، وبانني كنقول بانها قادره على العطاء، وانني كنشكرها لانها في واحد الفتره نجحت، ساهمت في نجاح الاعمال ديالي الاولى، لانها كانت كما قلت حتى هي جسر الافكار، جسر نعم. كل ما تمخضت به عطاته شي الحوار سيطول اخا ولا نزيدوا. وتسمح لي ربما كان سوء الفهم في ديك اللحظه، رغم انني تكلمت من منابر اخرى ويعني اعلاميه ووضحت الرؤيه ديالي، وانا ما عندي ناحيه حتى شي حاجه. Chada FM, la radio que j'aime.